السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مايا العربي، سي جي Environment Artist وفريلانس Virtual Production Artist. ولو حابب تعرف أكتر عني فأنا هسيب، أو لو دي أول مرة تتابعني لأي سبب فهسيب لينكس خاصة بأرت ستيشن أو لينكدإن، بحيث لو أنت حابب تلقي نظرة أكتر على شغلي أو خبرتي أو أيا كان فتقدر تدخل من خلال اللينك. بالإضافة لإني من مؤسسين بريزم أكاديمي، واللي من خلالها بقدم لكم كورس الماستر سي جي انفايرمنت، وهو الكورس العربي اول من نوعه والوحيد سواء على الاكاديميه عندنا او في الوطن العربي بشكل عام، اللي بيدرس لك الانفايرمنت من منظور بروفيشنال يأهلك بشكل مباشر لانك تاخده كمسار مهني ليك لو انت عايز تشتغل كانفايرمنت ارتست في المجال ده او في الفيجوال افكتس اندستري. فالكورس ده ان شاء الله يساعدك جدا انك تاخد الطريق ده، لانه بيقدم لك كل اللي انت محتاج تعرفه علشان تبتدي تاخد الموضوع بشكل جد فعلا وتاخده كمسار وظيفي ليك يعني. ليه الكورس بيخليك او بيأهلك للي احنا قلناه ده لان هو اولا بيخاطب كل المستويات، بيخاطب all levels. فلو انت مبتدئ فهو الكورس هيكون مناسب ليك، لان هو مغطي معظم الاساسيات اللي انت هتكون محتاج تعرفها لو انت لسه بتبتدي في عالم 3D اصلا بشكل عام. ولو انت ميد ليفل او ادفانسد ليفل فبرضه مناسب ليك، لانه في النص التاني بنبتدي ندخل في كيرف او منعطف الادفانسد او الورش المتقدمه اكتر، واللي هي بتغطي سيناريوهات اعقد شويه في الانفايرمنت بيلدينج ده. زائد ان الكورس بيعالج او بيعالج مساله الفجوات او الجابس اللي بتكون ما بين الارتست اللي بقاله مثلا سنتين ثلاثه في سوق العمل، وما بين اللي المفروض يعرفه وهو مش عارف يعرفه، نظرا لان هو محصور او منخرط يمكن في نوع معين او اتنين او تلاتة بس من التاسكات في الاستوديوز اللي بيتعامل معاها. وانا بتكلم طبعا بشكل تحديدا محلي، بتكلم هنا في مصر تحديدا. معظم الارتست احيانا بيكونوا منخرطين في نوع معين او اتنين من التاسكات. مش كل الناس عندها رفاهية ان هي تجرب نفسها في اكتر من نطاق. واكتر من نطاق هنا انا بشيل الانفايرمنت، لان الانفايرمنت اصلا فيه تخصصات كتير وفيه حاجات كتيرة جدا بتندرج تحت. ممكن تكون انت محصور اكتر في جزئية الاسيت بيلدينج وما جربتش انك تلي اوت، ممكن تكون انت محصور في حتة اللي اوت وما جربتش انك تموديل اسيتس اكتر، او انك يعني يتم تجريبك اكتر مثلا في حاجات خاصة باللاندسكيب واللوك ديفلوبمنت والسيت دريسنج والمات بينتنج والبروجيكشنز وكل القصص دي كلها. فعشان كده الكورس مهم جدا ليك لو انت في النص او لو انت في ادفانسد ليفل يعني. فده لان هو بيعالج الفجوه او بيلحقك باللي انت قد تكون ما جربتهوش او ما عداش عليك او ما توفر لكش الوقت ان انت تذاكره او تعرف الاجزاء دي من التخصص ومن عالم الفي اف اكس بتقول ايه او ايه المفروض انا اكون عارفه. فعشان كده هي دي الفجوه المقصوده. فدي من ضمن النقط الاساسيه والكي اليمنت او الادد فاليوز المضافه للكونتنت بتاع الكورس، اللي يخليك ان شاء الله تكون دايما ابديتد وتكون دايما انفايرمنت ارتست جامد باذن الله. بالاضافه طبعا ان هو ابديتد، الكورس ابديتد. والمحاضره اللي انت حالا بتشوفها دلوقتي او دي من ضمن جزء البونص. جزء البونص ان شاء الله يكون حاجه تقيله جدا، حاجه ما بحبش ادي يعني اتكلم عن حاجه بصفه ان هي دايما بحب اتكلم على حاضر، ولكن اي حد معايا بيكون فاهم كويس جدا اللي جاي ان شاء الله هيكون عامل ازاي يعني، او بسعى اخليه عامل ازاي. ولو انت حابب تدخل في الكورس ده فطبعا very welcome. لازم تكون عارف التسلسل وتدريج الكورس والتايم لاين والمعدل والبروجرس اللي انت بتكون ماشي بيه. هو ديزاين ده اصلا او معمول بشكل يخليك تطلع نتائج باستمرار طول ما انت شغال، مش محتاج تعدي شهرين ثلاثة علشان تلاقي نفسك طلعت نتيجة يعني. في نفس الوقت الكورس فعلا دسم وطويل وهياخد منك شوية وقت، بس زي ما قلنا الموضوع جد. ده لو انت فعلا جد، ده لو يعني انا عامله لك رود ماب حرفيا للي انت محتاج تكون عارفه في المجال ده وانت بتطلع السلم بتاعه كده ايه واحدة واحدة. طيب خلونا ندخل في الموضوع، او الفيديو ده بيتكلم عن ايه حالا اللي انت بتسمعه ده. بداية الفيديو اللي انت حالا بتشوفه ده أول محاضرة من سلسلة محاضرات الورشة الخاصة بتقديم برنامج Substance Painter ولجانب التكتشر بينتينج بشكل عام والسبستنس بينتر بشكل خاص. وهي جزء من البونص كونتنت او المحتوى البونص الاضافي، واللي هو طبعا فور فري بالنسبه للي مشتركين في كورس الماستر سيج انفايرمنت، واللي ان شاء الله هيكون في بونص كونتنت بيركز بشكل عام على السكيلز بتاعتك كانفايرمنت ارتست، وبشكل خاص على مين سكيلز قد نكون ما تعرضناش ليها بالقدر اللي انا حابه اقدمه في المحتوى بتاعي واعرضك ليه بشكل كبير شويه، علشان دي من ضمن المين سكيلز اللي بتخليك حرفيا يعني outstanding artist بالنسبه لي لمعظم الارتست في المجال اللي حواليك.
فدي introduction لسبستانس بينتر، يعني تقدر حتى انت تطلع بيها نتائج كويسه جدا جدا حتى لو انت مش معايا في كورس ال 3 دي انفايرمنت وحابب ان انت تاخد فكره عن برنامج سبستانس بينتر والتكتشر بروسيس اصلا بشكل عام. فعلشان كده انا حبيت ان انا اشارك بعض المحاضرات من السلسله دي بشكل فري تماما لاي حد بره الكورس، بحيث انه يستفيد منها ويقدر يطلع منها يعني نتائج قويه جدا باذن الله. اما بالنسبه للناس اللي معايا في الكورس طبعا اللي هم اوريدي فهموا بروسيس الشيدنج على ارنولد في مايا، فلو انت طبعا حابب تبتدي انك توظف اللي انت اتعلمته من خلال ان انت بعد ما تعمل عمليه التكتشرنج بتاعتك في سبستانس بينتر تبتدي انك تروح تكمل الشيدنج بتاعك على في مايا باستخدام ارنولد او ريد شيفت او فيري او حتى بره مايا لو انت حتى شغال وديني عايز تكمل شيدنج في كارما، او حابب تكمل على كلاريس، او حابب تكمل في انريل. يعني عيش حياتك، شوف حابب تشيد فين بعد ما تخلص بروسيس التكتشر بينتنج، لانه زي ما اتعلمنا ان هو نفس الكونسبت في الاخر يعني على اي ريندر انجن بشكل عام. وخلوني اوضح او اسلط الضوء شويه على ليه سبستانس بينتر. طبعا زي ما احنا شايفين انا مسميه الانترودكشن دي مش عارفه انا ذكرت ده في الفيديو الى الان ولا لا، بس انا مسميه الانترودكشن دي unskippable introduction لان فعلا هي unskippable introduction، يعني هي ما ينفعش تفوتك بصراحه، يعني هي فعلا unskippable، هي حاجه مهمه جدا. وانا ما بقولش كده على اي حاجه بصراحه، ففعلا حقيقي الانترودكشن دي مهمه جدا ان شاء الله، مش بس الفيديو الانترودكشن ده، لا السلسله كلها يعني. هوضح لك دلوقتي ايه الادد فاليوز تحديدا اللي هتحتاج تكون عارفها سواء انت كنت بيجنر او ادفانسد، محتاج تكون عارفها فيما يخص بروسيس التكتشرنج. يعني كده كده ان شاء الله هتطلع بحاجه من الفيديو، بس خلونا الاول نوضح ليه سبستانس بينتر، يعني ليه اصلا نشتغل ببرنامج سبستانس بينتر او ايه اهميته. تمام، فخلينا كده نشوف واي سبستانس بينتر. هو الحقيقه ان بروسيس التكتشرنج والشيدنج هو طبعا في فرق بين التكتشر بينتنج والشيدنج اكيد، هنوضحها في تاني نقطه برضو ان شاء الله. حاول، هو كل الحاجات دي مرتبطه ببعض بس هحاول ان انا يعني ايه نقل بالتدريج ما بين النقطه واللي بعدها يعني. برنامج سبستانس من البرامج المهمه جدا 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 في بروسيس التكتشرنج والشيدنج. الاهميه اللي هو بيقدمها لك، اصل ممكن جدا تقول طب هو ايه لازمه ان انا اشتغل سبستانس؟ طب ما انا عندي بعرف اشيد عادي جدا بارنولد مثلا جوه سينما 4 دي، ولا بعرف اشيد جوه بلندر عادي، ولا شغال بعرف اشتغل بالماتيريالز كويس جدا جوه انريل، او بعرف اشتغل شيدنج بروسيس كويس جدا بالفي راي او اوكتين في سينما 4 دي او ايا كان، او ليه ارسم بنفسي يعني التكتشر في برنامج سبستانس؟ وده لان انت دلوقتي مثلا لو احنا شغالين على اسيت معينه، تمام، وانت دلوقتي محتاج تشوف الاسيت دي، محتاج تشوفها مثلا انت حاليا شغال على الاسيت دي جوه مايا، تمام. كنت انت مثلا شغال في حاجه تحديدا ابيزودك، انا خليني المس شويه بشكل عملي اكتر او مهني اكتر، ولكن عندك اسيت جوه مايا مثلا، تمام، وانت شغال على حاجه ابيزودك، حاجه مثلا يعني مسلسل، حاجه اللي هي حلقات، تمام، واللي هي من اصعب شغل البرودكشن يعني، ده عن نفسي يعني بالنسبه لناس كتير شغل الحاجات اللي هي الابيزودك او الحاجات اللي هي عباره عن حلقات اصعب شويتين ثلاثه من شغل الموفي زي ما تكون شغال على فيلم او موفي او كده. ليه بقى؟ لان انت مثلا وليكن عندك هيرو اسيت، الهيرو اسيت دي خلينا نقول ان هي هتظهر معاك في حلقه رقم واحد مثلا، ابيزود 1، كويس، ونفس الاسيت دي هتظهر تاني معاك في ابيزود، عارف الحلقه الاخيره 10، كويس. والاسيت دي في السيناريو او في المشهد اللي هي بتظهر فيه في ابيزود 1، ولكن هي بتظهر في سمول سين او ميديوم سين، كويس، تترندر جوه مايا. طيب انت دلوقتي لسبب ما في الحلقة رقم 10 مثلا هتحتاج ان انت ترندر الاسيد دي بس في زاوية مختلفة شوية، بقى عندك سكاترينج، عندك بقى اشجار، وعندك مشهد كده ايه سكاترينج كتير وفيس دريسنج في شغل كتير جدا، ولسبب ما يعني احتاجنا ان احنا نخلي شغل السكاترينج ده بدل ما نكمله في مايا لاسباب تكنيكال واوبتمايزيشنز وحاجات، هنكمله جوه انريل او هنكمله جوه هوديني او هنكمله جوه ايا كان. فاحتجت ان انا ايه اوظف نفس الهيرو اسيد دي في فريم مختلف في سياق مختلف، وهضطر لسبب ما ان انا اشتغل بيها في جوه برنامج مثلا انريل، تمام، واشتغلت بيها في حلقه رقم واحد في مايا، والمره دي هشتغل بيها جوه انريل. طيب انت دلوقتي لو انت شغال بالنيتيف شيدرز بتاعت الريندرر اللي انت بترندر من خلاله في مايا مثلا زي في راي او ارنولد، تقدر تقولي ازاي هتنقل الشيدرز والماتيريال دي بحيث انها بنفس اللوك اللي انت مطلعه في جوه مايا
هيرو اسيت المفروض انها تبان نفس الايه، بنفس التكتشر يعني. محتاج انك تنقل النيتف شيدرز دي جوه انريل مثلا، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل ده الا لو شغال بقى ايه، يو اس دي يعني، الا لو شغال يو اس دي او يونيفرسال سين ديسكريبشن وشغال بماتيريال اكس، ففي الحاله دي طبعا تقدر تعمل ده. تمام عادي جدا يعني. ماشي، بس طبعا ايه يعني هي الى الان إيه يعني، مش يعني ايه لسه يعني في شغالين بيها وكل حاجه، بس ايه لسه ما يعني ايه قدام شويه ان شاء الله يعني. هو احنا شغالين بيها حاليا عادي، بس هيتم استخدامها او الاعتماد عليها بشكل اكبر بعدين، بس لسه ما وصلناش للكيرف الماكسيمم في استخدام او الاعتماد على اليو اس دي يعني قوي. تمام شغالين بيها تمام، بس عشان ما حدش يقول لا شغالين بيها عادي، بس انا بتكلم ان لسه ايه هيتم الاعتماد عليها اكتر كمان لسه قريب، بس لسه ما وصلناش للبيك دي يعني. في الحاله دي هي دي الحاله الوحيده بس اللي تخليك تقدر تنقل ايه الستيم بتاعك عادي يعني. ماشي، بس طبعا لسه بيتم زي ما قلت ايه في تيست، وفي احيانا بعض المشاكل بتقابلنا وكذا فيعني. تمام. فدي الحالة الوحيدة بس اللي تقدر ايه تنقل فيها اللوك ديف بتاعك من برنامج للتاني. طب لو انت عايز حاجة اسهل من كده، انت مش شغال يو اس دي، في الحالة دي هتعمل ايه؟ مش هتعرف. تمام. سبستانس بينتر مهم في الحتة دي، ان انا دلوقتي انا من سبستانس بينتر انا بعمل بينتنج للتكتشرز اللي هتتشيد جوه ايه البرامج دي. فبالتالي انا اقدر اخد نفس التكتشرز دي واروح بيها فين على البرنامج التاني اللي انا عايزه اشيد فيه الاسيد دي، اشيد يعني ان انا اكمل بقيه الشيدنج بروسيس جوه البرنامج ده. كويس. فهي دي نقطة القوة الكبيرة جدا تكنيكلي لسبستانس بينتر. اما ارتستيكلي طبعا او على النحو الفني، فيكفي ان انت بتدخل تعمل عليه التكتشر اللي على مزاجك بشكل كاستم جدا، وبشكل ريليتد للبريف اللي جاي لك، من غير ما تقعد ايه تدور كتير على حاجات جاهزه وكذا. وفي حاجات جاهزه عمرها ما هتبقى بكواليتي اللي تقدر تطلعه انت كتكتشر ارتست، تحديدا لو انت فعلا بتعرف تعمل تكتشر بينتنج بشكل ممتاز جدا يعني، او بكواليتي عاليه جدا يعني. كمان ما بالك لو انت وظفت آه، برنامج سبستانس بينتر مع اليو اس دي ورك فلو، ان انت مثلا عملت الكاستم تكتشرز بتاعتك من برنامج سبستانس بينتر، ورحت بيها ايه تشيد جوه مثلا هوديني كارما، وبدات ان انت تعمل الشيدنج بتاعك واللوك ديف بتاعك. في الحاله دي انت تقدر تاخد نفس اللوك بنفس التكتشر مابس، تاخد نفس اللوك بالظبط جوه ارنولد، طبعا بشرط ان انت تكون مستخدم ماتيريال اكس وهكذا. ده ياخدنا قد بياخدنا لسؤال وجودي بالنسبه لبعض الناس، طب هو ايه الفرق اصلا بين بروسيس التكتشر والشيدنج يعني؟ اللي بيتابع طبعا انا بحاول بقدر الامكان اخلي الانترودكشن يعني مناسبه لرينج كبير من الناس، وهو يعني بيجنر او لو هو ايه ادفانسد، فمعلش لو انت ادفانسد استحمل بعض الكلام اللي هيتقال عشان يفيد البيجنر، والعكس صحيح. فاحنا بنحاول نخلي السكوب بتاعنا شويه ايه واسع يعني. تمام. فقد تتساءل ويجي عليك سؤال وجودي كده، طب هو ايه الفرق يعني بين بروسيس تكتشر والشيدنج؟ طبعا تسمع ناس يقول لك هما الاثنين حاجه واحده. لا طبعا الاثنين مش حاجه واحده. ببساطه خلينا نخلي الكلام بسيط. التكتشر انت بتعمل انت اسمه تكتشر بينتنج، فانت بتدخل جوه سبستانس او ماري او اي تكتشر بينتنج سوفت وير، وبتبتدي ان انت ايه ترسم التكتشر. وفي الاول وفي الاخر التكتشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2 دي ايمج يعني او ماب. بترسم التكتشر بينتنج حرفيا، بترسم انت التكتشر ده. بعد كده ده كده التكتشر، وبعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل شيدنج جوه البرنامج بتاعك. ولكن انت مثلا في ارنولد فدايما هتلاقي ايه عندك جوه الهايبر شيد مثلا كده عندك ايه دي الماتيريال بتاعتك. تمام. والماتيريال دي عندك بيز فيها بروبرتيز، خواص الماده بالنسبه يعني الخواص بتاعه الماده او السيرفيس اللي انت شغال على الماتيريال بتاعته او التكتشر بتاعته. هتلاقي ماتيريال، هتلاقي تبتدي انك ايه تلينك ال 2 دي ايمجز دي او اللي احنا بنسميها التكتشرز بيه. تمام. فانت ده كده الجزء بتاع التكتشر ده اتعمل خلاص دن في بروسيس التكتشر، فده كده التكتشر. اما بروسيس الشيدنج انت تبتدي بقى ايه يلا تجمع كل حاجه مع بعض، وتبتدي ان انت تشتغل على الفاينل لوك بتاع السيرفيس ده. تبتدي ان انت ايه تظبط بقى الى اي مدى هيكون مثلا ليفل الرفنس بتاعه كذا كويس، مش عارف ايه بالنسبه للاضاءه. عشان كده تلاقي دايما الشيدنج واللايتنج والريندرنج مرتبطين ارتباط اساسي ببعض. تمام. لان انت بتكون مسؤول ان انت
بعد ما خلصت التكتشر انت تبتدي بقى ايه، عارف، تشيد وتعمل تويكس للسيرفيس باستخدام التكتشر مابس اللي انت اوريدي رسمتها دي، وتبتدي ان انت تشتغل جنبا الى جنب كده بالنسبه للاضاءه. يعني لما الاضاءه تكون كذا مثلا، انا محتاجين ان احنا ايه، نقلل الرفنس شويه، نعمل مش عارف ايه كذا كذا. تبتدي انك تشتغل في بروسيس الايه، الشيدنج دي، بعد ما انت خلصت اصلا اوريدي التكتشرز اللي بتفيد الشيدر او الماتيريال اللي انت شغال عليها. ده يعني ايه باختصار وببساطه جدا. نيجي للنقطه اللي بعدها، وهي what's wrong with substance painting and substance painter معلش and its content in general. عندي مشكله شويه، او بشوف ان في مشكله شويه بالنسبه لي. مش بحب ان انا اقول حاجه اتقالت قبل كده او انا عارفه ان فيها مثلا ريسورس كويس جدا بيغطيها، ما بحبش اقول نفس الكلام اللي اتقال قبل كده. تمام. فعلشان كده بقول لك هي انسكيبل، لان ان شاء الله هطلع بيها بحاجات جديده باذن الله في خلال السلسله دي. لاني هحاول بقدر الامكان ان شاء الله يعني اني اعالج النقص شويه في المحتوى الخاص بسبستانس بينتر. ايه هو النقص، او ايه الايشيو بالنسبه لي من وجهه نظري؟ يعني دايما تلاقي التغطيه شغاله اكتر على يعني في النطاق الايه اللي هو يلا ازاي تتكتشر جوه سبستانس بينتر. لا، انا مش هقول لك هنا ازاي تتكتشر جوه سبستانس بينتر بس، لا، انا هقول لك ازاي تتكتشر اصلا. تمام. فدايما تلاقي ان كونتنتس بتغطي، انا بقى ايه هقول لك ازاي تعملها جوه ايه، جوه سبستانس بينتر. اوكي، حلو جدا. طيب ازاي هو يتكتشر بقى؟ يعني انا ازاي اخلي اللي بيتابع ده، او اخلي اللي عايز يتعلم تكتشر بروسيس؟ اصل في فرق بين ان انا اعلمك تكتشرنج على سبستانس، فاقول لك ازاي توظف التولز دي انك تعمل كذا. عارف زي انا كده هنا في فوتوشوب اقول لك ازاي تعمل فوتو مانيبيوليشن لواحد مش عارف عامل ايه كده، واقف على شجره ولا مثلا. يعني هشرح لك ده في توتوريال وشكرا. هتعرف تطبقه. هل انت كده اتعلمت فوتو مانيبيوليت؟ هل انت كده فهمت ايه البيزكس بتاعت الاضاءه؟ ايه انت فهمت ايه اللي انت المفروض تراعيه تفكر على اساسه وانت بتوظف الادوات دي؟ لا. تمام. فالله المستعان بقى حاول اغطي فعلا بقدر الامكان بروسيس التكتشر بينتنج اصلا. يعني انت بروسيس التكتشر بينتنج بحد ذاتها اصلا، انت ازاي بتشوف الحاجه، ازاي بتظبط يعني ازاي بتترجم الحاجه، ازاي تدرس الريفرنس بتاعك. فدي نقط مهمه جدا ما ينفعش تتجاهلها يعني خالص لو انت عايز تتعلم تكتشر بينتنج في حد ذاته. يعني انك ازاي تكتشر. ده ياخدنا للنقطه الرابعه اللي احنا هنسلط الضوء عليه، او الادد فاليو بالنسبه للموضوع ده، هو ان احنا نحاول بقدر الامكان نحل النقص ده، او نسد الجاب دي او الفجوه دي. بس تكنيكلي هتلاقي عادي، سهل جدا سبستانس بينتر كاداه يعني ما فيهوش حاجه. بس ازاي انت اصلا تتكتشر بقى، ازاي يعني عينك تطلع احسن ما يمكن من الاداه دي، وازاي تشوف اذا كانت الحاجه فعلا احساسك بالخامه واحساسك بالماتيريال وانت شغال عليه ازاي يكون في محله بقدر الامكان. وطبعا الموضوع مش هتاخده كده في، يعني انا نحاول نديه في نوتشل، يعني نحاول نديه في حاجه كده مختصره بقدر الامكان، او حاجه يعني سريعه وفي نفس الوقت تطلع منها شغل. بس في نفس الوقت طبعا ما ينفعش تتجاهل الجانب. يعني انا مش جاي اقول لك ان انا هعمل لك سحر، يعني هخليك يلا تجيب اخر التكستشر بينتنج. لا، احنا هنشرح الموضوع. بس طبعا الموضوع لازم جدا جدا يكون في تدريب باستمرار، لازم يكون في براكتس، لازم كل شويه تدرب نفسك وتمارس موضوع التكستشر ده كتير، بحيث انك كل مره هتلاقي نفسك بتطلع نتائج احسن. كل مره هتلاقي استجابتك ورؤيتك للريفرنس مختلف. عينك بتلاقيها بتشوف تفاصيل اكتر، بتترجم تفاصيل اكتر وبتعبر عنها. فهي دي الفكره. والفكره كمان ان يعني مشكله التعامل مع سبستانس بينتر ان هو من سرعه النتائج اللي بيطلعها، ومن دقه الماتيريالز اللي انت بتتعامل فيها جوه البرنامج، وفكره البي بي ار ورك فلو اصلا اللي احنا هنوضحه كمان شويه ان شاء الله. حد ذاتها اصلا هي نوعا ما في بدايتك لو انت يعني بيجنر مبهره شويه لعينك انها تشوف النتائج بتطلع بالسرعه دي وبالسهوله دي جوه البرنامج. فانت تقدر تقول حاجه كده شبه ايه، حط 100 خط تحت كلمة بسرعة دي. تمام. انك بتطلع النتائج بسرعة، حاجة كده بتخليك ترضيك، بتحس شعور الرضا ان انت طلعت النتيجة حلوة قوي بسرعة. فانت بترضى بسرعة، فالنتيجة بتطلع بسرعة جدا، فعينك بتنبهر وبتحكم على النتيجة اللي انت بتطلعها بسرعة جدا. تحط كام سمارت ماتيريال على بعض، على كام توزيعات لسكراتشز ودست وحاجات زي كده، واو الله بقى شكلها تحفة جدا. طبعا انا ما اقصدش حاجة والله، بس هو في البداية اي حد بينبهر بالنتائج اللي بيطلعها لاول مره، وقد ايه البرنامج سلس وسهل وكذا. البرنامج بيطلع نتائج سريعه من الفيو بورت ومن الاي ري بتاعه حلو جدا يعني. فسرعه الحصول، او خلينا نقول سهوله الحصول على النتائج
بسبستنس بينتر تعتبر سلاح ذو حدين، زي ما هي ميزه عشان سرعه البرنامج وعلشان قوته فعلا، زي ما هي برضو عيب لو انت لسه في البدايه او مش لاقي حد يوجهك بمعنى اصح، يعني انك بتطلع نتائج سريعه، عينك بتنبهر بسرعه، بتحكم على النتائج بسرعه، بتجيت ساتيسفايد بدري شويه عن ما المفروض، او بترضى بسرعه بالنتائج، فايه عارف تحس، فبتقع في اخطاء كتيره جدا للمبتدئين، زي انك بتعمل هيفي تكتشر وتوزيعات تقيله جدا في التكتشر ومش عارف ايه، وبتنسى تشتغل بيزد على ريفرنس. فكل الحاجات دي كلها يعني خلينا اشبهها شويه نفس معضله انريل كده. انريل على الرغم من قوته، على قد ما مش اي حد يقدر يطلع منه نتيجه رياليستيك بجد، تمام؟ ده برضو يرجع لنفس السبب، من سرعه النتائج اللي انت بتحصل عليها بتغض النظر عن عيوب كتيره جدا في مقابل الانبهار البصري اللي انت شايفه قدامك ده من الريل تايم وكل الحاجات دي كلها. فبتقع في حاجات كتيره بتخلي النتيجه في الاخر مبهره في وقتها، ولكن بالنسبه لحد تاني مثلا مور اكسبيرينسد، او بالنسبه انت شخصيا لما تجيت مور اكسبيرينس، لما تكتسب خبره اكبر وتتحسن على المستوى الفني، وتيجي تبص للي انت عامله، هتتضايق شويه. فاللي هو هنا الفكره. فدي مشكله سبستنس، وميزته في نفس الوقت انه بيطلع نتائج فعلا سريعه ومبهره، فانت بتكون محتاج حد يوجهك او يقول لك او تفهم اصلا تدرس اسس التكتشر بينتنج اصلا، يعني علشان تقدر تحكم وتعرف انت عايز تطلع ايه، وتحكم على اللي انت مطلعه ده اذا كان اصلا صح ولا مش صح، بغض النظر عن انه حلو ولا وحش، لا هو اصلا صح ولا مش صح. طيب ايه اللي احنا هنغطيه ان شاء الله في الورك شوب دي to be covered؟ اول حاجه هنغطي شويه مفاهيم اساسيه important principles، ودي ان شاء الله هتكون غالبا من ضمن الفيديو ده، فمعلش لو الفيديو هيكون طويل شويه. فعندنا الامبورتنت برنسبلز دي ان شاء الله هيتم تغطيتها في خلال المحاضره دي، وعندنا الريفرنس ستادي، وعندنا هنعمل احنا هنشتغل على ايه، هنشتغل على دريل ماشين، وهنشوف الموضوع ده ان شاء الله قدام. وهنغطي طبعا جزئيه الريفرنس ستادي، ازاي ان احنا ندرس الريفرنس بتاعها. خلينا نجيبها لكم هنا، هي دي الدريل ماشين بتاعتنا. نحاول نعمل حاجه زي كده، ازاي ان احنا نحلل الريفرنس، وازاي ان احنا نترجم ده بقى جوه برنامج سبستانس بينتر. بس الاول ازاي ان انا ابقى عارف انا عايزه تكتشر ازاي اصلا، او انا عيني تلقط ازاي التفاصيل دي عشان اقدر اصلا احققها. تحقيق ده في سبستانس ما فيهوش مشكله، بس الفكره في انك تكون القرار الفني ده عندك قبل ما تعمله جوه البرنامج يعني. فانت ازاي تشوف الحاجه كما هي، يعني ازاي فعلا عينك تلقط التفاصيل دي اصلا علشان اصلا تقدر تحققها جوه البرنامج. يعني حاجه كده شبه اتعلم ازاي ترسم الاول قبل ما كان في بوست كده كتبته كان مهم جدا، ممكن اسيب لك اللينك بتاعه برضو تبص عليه، عشان ده من اهم البوست اللي كتبتها بصراحه، واعتقد ان شاء الله تفيد ناس كتير. فضروري جدا نتعلم الاساس الفني للحاجه الاول قبل ما اتعلم ازاي اعمله على برنامج مش عارف ايه، فاهمين قصدي؟ فده هيكون الريفرنس بتاعنا. ففي المحاضره ديت ان شاء الله اللي هي بتاعه الريفرنس ستادي هنغطي الجزء ده. وطبعا من اسباب اختياري للموديل ده تحديدا، اولا انه بسيط، تغطيه المساحات فيها تكون ان شاء الله سريعه، مناسبه جدا ليك انك تدخل او تقتحم عالم التكتشر ده، وازاي ان احنا بنتكتشر الاسيتس. بلس كمان ان الاسيت دي فيها نوعين ميتال وعندي نوعين بلاستيك، ففاريشن في الماتيريالز دي، وكل الحاجات الخاصه بالريفرنس ستادي، زي قد ايه الريفرنس ماب مهمه جدا في انها تحكي قصه، وفي انها تبين مدى او عمر الشيء ده قد ايه، يعني كل الجوانب الفنيه دي ان شاء الله يتم تغطيتها في جزء الريفرنس ستادي. كذلك برضو هنغطي مساله الموديل بريبريشن واليو في. طبعا اليو في تم التغطيه جزئيه اليو في، وازاي نعمل يو في، وايه الكونسبت بتاع اليو في اصلا مش عارف ايه، كل ده برضو في بدايه كورس الماستر سي جي انفايرمنت من البدايه طبعا خدناه خلاص. بس الجديد في الورشه دي اني هقول لك ازاي تشتغل اليوديمز ورك فلو ببرنامج سبستانس بينتر، عشان ناس كتيره جدا عندها برضو مشكله في حته اليوديمز. وطبعا في فرق لما تكون شغال على موديل، والموديل ده هيكون في الفيلم، يعني هيكون مثلا جوه فيلم برودكشن بايب لاين، عن ما هو في سياق جيم اسيت اكس برودكشن، وفرق ان هو في سياق جيم بلاي. تمام؟ لان طبعا انت عندك في انريل انجن يعني هو يشتغل يوديمز وكل حاجه، بس يفضل انك تختصر شويه في حته اليوديمز دي. فهنشرح المواضيع دي ان شاء الله باستفاضه اكتر. جزء تكنيكال مهم جدا ده برضو انسكيبابل خالص، ضروري جدا تفهمه. فده ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي هنغطيها في الورشه دي. هنكون هندخل الموديل ده عشان يتكتشر في سياق الفيلم برودكشن، وايه الفرق بينه عن لما يتم توظيفه في جيم بلاي مثلا جوه انريل انجن او كده. ثالث نقطه، وهي دي النقطه اللي انت ان شاء الله هتستمتع جدا جدا بيها، ومش معانا في كورس الماستر سي جي انفايرمنت، فدي الجزء ان شاء الله اللي هيكون برضو متاح على اليوتيوب
وهتلاقوا عباره عن 7 محاضرات مغطيين تماما جزء تكستشر بينتنج بشكل مستفيض جدا جدا. محاضرات طويله هتحتاج تركيزك، وهستنى جدا التطبيقات بتاعتكم، لان فعلا هكون حابه جدا اشوف بنوصل الدريل ماشين دي للنتائج اللي احنا عايزين نطلع بيها يعني ان شاء الله. فتقدر جدا انك تتابع السلسله دي علشان تفهم برنامج سبستانس بينتر وتفهم بروسيس التكتشر بينتنج بشكل عام، وقياسا على اللي انت هتنفذه هنا، واللي انا جدا متحمسه فعلا علشان اشوف النتيجه بتاعته. قياسا عليه تقدر ان انت تعمل اسيتس تانية، وتبتدي انك ان نفس اللي هتاخده ده تقدر تطبقه اصلا على اي اسيت غير الدريل دي. بس انا طبعا هتلاقوا الموديل ده هتلاقوه ابلودد مرفوع، هو موديل عامه جاهز. الفي بتاعه كان بايظ متدمر، فانا اوريدي فردت له اليو في، ظبطت اليوديمز، ظبطت كل الاجزاء التكنيكال اللي انت ممكن تحس ان هي اوف بقى وكده، فالحمد لله ريحتكم منها. فجزئيه اليو في وجزئيه اليوديمز كل ده تمام. هتلاقوا الموديل مرفوع علشان تقدر انك تعمل تنزله عندك وتبتدي تفولو اب معانا في المحاضرات الخاصه بجزئيه سبستانس بينتر يعني. ومستنيه جدا اشوف النتائج باذن الله. خامس نقطه ان شاء الله هنتطرق لها في الورشه دي هي الشيدنج في ارنولد، ولو ان احنا غطيناها اوريدي، بس هنكمل الموديل ده لحد ما نطلع منه ريندر برضو جوه ارنولد، غير بالاضافه للريندر اللي طالع من الاي ري في سبستانس. فاحنا هنطلع برضو ريندر كده فيجوال من جوه ارنولد ان شاء الله. والنقطة اللي بعد كده هيتم تغطيتها برضو بإذن الله هي جزء اليو في فور دنس ميشز. لو احنا عندنا مثلا حاجة كده انت ناحيتها، وحاجة كده تقيلة جدا جدا جدا، كام ألف بولي كاونت يعني، حاجة كده ضخمة شوية، ومحتاجين ان احنا نفرد لها يو في تمام، والواير فريم بتاعها كله كده تراينجلز وحاجه كده ملعبكه. ازاي تفرد يو في لاسيت زي دي؟ فده برضو ان شاء الله هنغطيه، لان دي برضو مشكله تكنيكال بتقابلنا كتير جدا. ولما تيجي تعمل يو في، او لما تيجي تعمل تكتشر وتدخلها جوه سبستانس بينتر، قد ايه بتكون تقيله وقد ايه بتكون دنس، وعمليات الاوبتمايزيشن والديسيميشن، وازاي تعمل يو في اصلا لحاجه دنس قوي كده. دي ان شاء الله برضه هيتم تغطيتها باذن الله في سياق الورك شوب دي ان شاء الله. طب خلونا سريعا نيجي بقى نيجي باستفاضه شويه لنقطه ودي اخر نقطه هنتناولها في الفيديو ده ان شاء الله، وهي الامبورتنت principles. دي كده اساس يعني اساسيات كده لابد من يعني ما ينفعش لازم تكون عارفها كويس جدا جدا في ال 3 دي وورلد بشكل عام، وفي التكتشر طبعا، وفي الشيدنج، وفي الريندرنج بشكل خاص جدا. اتناولنا باستفاضه جدا جدا الامبورتنت برنسبلز دي قبل كده، بس خلونا نغطيها برضو علشان لو حد لاول مره بيشوف الكلام ده يفهم ويفولو اب معايا. فاول نقطه ان شاء الله عايزين نغطيها، واللي غطيناها بالفعل قبل كده، ولكن هي البي بي ار. تمام. ممكن تكون بتسمع جدا كتير قوي المصطلح ده PBR. تذكرة ليك او يعني ريفرشمنت ليك لو انت اوريدي فاهم اللي احنا بنتكلم عليه، وشرح ليك لو انت لسه مش عارف موضوع يعني ايه المصطلح، او ايه المصطلح المتكرر اللي هو PBR، او مش متكرر، هو ده اصلا الستاندرد يعني. خلاص هو ده بقى الستاندرد اوريدي من زمان، فده الحاجه الاساسيه يعني. بس لازم تكون واعي بيها وانت شغال في بروسيس التكتشرنج والشيدنج والريندرنج، لان اصلا الموضوع كله معتمد عليها. البي بي ار اختصار ل physically based rendering. طيب برضو اهلا وسهلا. هو ببساطه rendering approach او lighting and shading system. هو نظام او set of rules او group of rules، يعني عباره عن شويه جايد لاين. ايوه نقدر نقول عليه جايد لاين. تمام. جايد لاين، معلش على الخط. جايد لاين يعني عباره عن رولز كده من خلالها بتعمل رياليستيك ماتيريال، حاجه خامه رياليستيك جدا جدا جدا. يعني لو انت عندك سطح 3 دي وعايز تحط عليه ماتيريال خشب مثلا او كده، فمن خلال البي بي ار ابروتش ده انت بتخلي الماتيريال دي عامله زي الحقيقيه بالظبط، يعني كانها متاخده كده صوره يعني. تمام. فبتقربها من الواقع بقدر الامكان. فهو ابروتش لما بنشتغل بيه بنلتزم بشويه جايد لاينز كده، بحيث انك الابروتش بتاعك يكون يعني متكامل، او مع يعني متوافق مع الجايد لاين بتاع البي بي ار. تمام. فالبي بي ار هو مش مصطلح اقدر اترجمه لك في حاجه كده هارد ستاندرد يعني، على قد ما هو
ميثودولوجي او يعني زي ما اصلا معرفينه حتى في الجايد لاين في كتاب كده حلو جدا تبع الجوريزمك، عاملين اصلا سبستانس بنتر قبل ما ادوبي تاخدها. طبعا كنت مشيره معاكم اوريدي من البدايه، او هتلاقيه عادي جدا فور فري على الويب سايت بتاعتهم، زي ما هم كده معرفينه ببساطه ان هو يعني ميثودولوجي او منهج او جايد لاين لما بتلتزم بيه بتحصل منه على نتائج رياليستيك جدا جدا ومتوافقه مع الاكتشوال بيهيفير او السلوك اللي الماده تسلكه لما بتتفاعل مع الاضاءه في الحقيقه في الريل وورلد يعني. فهو الفكره بشكل عام ان احنا بنحاول نسيميوليت او ان احنا بنحاول نحاكي الايه السلوك الطبيعي للماده لما تستقبل ضوء. طيب لما بنيجي نتكلم بقى عن الموضوع ده عشان نوضح الدنيا اكتر، البي بي ار احنا بنتعامل من خلاله مع حاجتين: surface properties او material properties، تمام، و light properties. فاحنا بنتعامل مع خواص السطح نفسه ومع خواص الضوء او الاضاءه، تمام. فيما يخص السيرفيس او الماتيريال، فاحنا عندنا مصطلحات برضو بنسمع عنها زي ايه بقى، زي البيز كولر او الالبيدو او الديفيوز، كلها حاجه واحده. ممكن اجيبها لكم والله من البي دي اف ثانيه واحده اسهل. تمام، هو ده البي دي اف اللي كنت بقول لكم عليه. مفيد جدا وضروري جدا، في كلام علمي وفيزيكس كتير، بس دي حاجة أساسية جدا عشان تفهم الموضوع وتستوعبه من منظور علمي، لأنه هو أصلا موضوع فعلا علمي، ولما تستوعبه كويس تعرف تشتغل جوه البرامج بشكل أدق وبشكل عن فهم بقى بشكل أفضل كتير يعني. النقطة اللي كنت عايزة أقولها بس عشان ما نبعدش كتير، إن في خواص للمادة، هي مش دي اللي بتمثل النقطة اللي كنت يعني ما علينا. البروبرتيز بتاعت السيرفيس بنتعامل مع ديفيوز أو كولر ماب، بنتعامل مع السبيكولاريتي، بنتعامل مع الميتالنس، وبنتعامل مع الرفنس، وبنتعامل مع النورمال. النورمالز هي عبارة عن تحدد الدايركشن بتاع السطح، هي اللي بتحدد الدايركشن او الديتيلز بتاعه السيرفيس ده واتجاهيته. يعني هي عباره عن فيكتور، تمام، هي يعني دايركشن، اتجاه السطح ده ايه، وايه الاتجاه اللي بيخليه يستقبل الضوء، او اتجاهيه التفاصيل بتاعه السطح يعني. حاجه زي كده ممكن بنتعامل اهو، ده اللي اقصده. بنتعامل مع البروبرتيز بتاعه السيرفيس، بنتعامل مع بيس كولر، بنتعامل مع رفنس، بنتعامل مع ميتالنس، بنتعامل مع نورمالز، هي دي نورمال بيكون شكلها كده. حصيله المابس او حصيله البروبرتيز دي كلها او الخواص دي كلها اللي احنا بنشتغل عليها جوه ال 3 دي سوفت ويرز، حصيله الكلام ده كله بتدينا الفاينل ماتيريال دي، تمام، والاحساس بالماتيريال دي يعني. بنتعامل برضو مع خصائص الاضاءه، تمام، او الضوء، الديفيوزد لايت اللي هي الاضاءه الديفيوزد او المنتشره. طبعا يعني حابب تستفيد اكتر، خد اللي انا بقوله ده وسيرش عنه بشكل مستفيض اكتر لو حابب. عندنا الديفيوزد لايت، عندنا السبيكولار لايت، عندنا طبعا الامبيانت اوكلوجن، عندنا برضو الشادوز. فدي الحاجات دي البروبرتيز الاساسيه للاضاءه. من خلال البروبرتيز دي احنا بنتعامل مع البي بي ار ابروتش بحيث ان احنا نخليها as accurate as possible، بحيث ان لما الاضاءه تتفاعل مع الماتيريال تبقى زي تبقى رياليستيك ماتيريال، بواقعيه بقدر الامكان، وفيزيكالي اكيوريت بقدر الامكان. في حاجات لازم نراعيها واحنا شغالين في البي بي ار، بالبي بي ار ورك فلو. طب اول حاجه حاول اختصر بقدر الامكان وفي نفس الوقت تاخد فكره كويسه. ضروري جدا تشوفوا البي دي اف ده، بصراحه دايما هتحتاج ترجع له يعني. عامة البيس كولر دايما حاجة زي كده. خلينا نبتديها من النقطة دي، الميتالز اند نون ميتالز. في البي بي ار بيتم تصنيف الماتيريال لميتاليك اند نون ميتاليك، تمام. فاحنا بنيجي نتعامل، وده جوه السبستانس بينتر على فكرة بنشتغل بيه، البي بي ار ميتاليك رفنس ورك فلو. فبيتم تقسيم او تصنيف الماتيريالز لنوعين: نوع ميتاليك ونوع نون ميتاليك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك يا اما الجسم اللي قدامك او الاوبجكت ده هو يا اما ميتاليك يا اما نون ميتاليك، مفيش حاجه اسمها في النص. فدي من ضمن الجايد لاينز اللي انت لازم تلتزم بيها علشان فعلا تكون شغال بدقه. الميتاليك يا اما 1 يا اما 0، تمام. فلازم الفاينل بيكسل بتاعتك كده يا اما هي فولي ميتاليك 100% يا اما هي 0 او نون ميتاليك. مفيش حاجه اسمها جراي سكيل فاليوز، تمام. خليني اجيب لكم حاجه زي كده. ده الميتاليك، شايفين الميتاليك ماب بتبقى عامله ازاي، تمام. يا ابيض يا اسود مفيش جراي سكيل زي الرفنس كده. وطبعا الطريقه اللي بيستقبل بيها وبيتعامل مع الاضاءه اللي هو بيستقبلها وهو ميتاليك بتكون مختلفه كتير عن وهو نون ميتاليك، تمام. نيجي على حاجه زي الكولر ماب بتكون عباره عن 2 دي
2D ماب عاديه ما من غير اي داتا في الاضاءه ولا اي حاجه، بتكون عامله زي كده بالظبط. دي كده ده البيز كولر بيكون عامل زي كده بالظبط. يعني دي كده الفاينل ماتيريال. تمام، الفاينل ماتيريال دي بيكون فيها عباره عن مابس. معلش لو انا بجو بيزك شويه بس عشان الناس تستوعب برضو الموضوع لو حد لسه بادئ من البدايه خالص يعني. فالبيس كولر بيبقى كده الوان، بتعبر عن الوان الماتيريال دي من غير اي اضاءه او من غير اي حاجه. حلو. من ضمن الرولز اللي لازم نراعيها جدا في الكولر ماب حاجه زي البلاك فاليوز مثلا. ما ينفعش يبقى البلاك فاليوز، مفيش، ما عندناش حاجه اسمها اسود تماما، مفيش حاجه كده. والنقطه دي انا هتعمد اوضحها بشكل يعني ايه فاني شويه، واحنا شغالين ان شاء الله في ايه جوه سبستنس بينتر في الجزء العملي، علشان اوضح لك لما بتطلع الحاجه اسود تماما بيبقى شكلها عامل ازاي وانت بتشيد في ارنولد. ماشي، الناس تستحمل معايا شويه. الناس اللي معايا في الكورس هتلاقوني بشتغل وانا متعمده ان انا اخلي الموضوع بلاك عشان تلمسوا الفرق بعينكم فعلا لما تيجوا تشوفوها في نقطه سابقه شويه لاوانها، بس حبيت اذكرها يعني دلوقتي. الرفنس ماب برضو من ضمن البروبرتيز المهمه جدا. الرفنس بتعبر عن مدى اللمعان، مدى اللمعان او نعومه السطح. تلاقي الحاجه وهي رف، وطبعا دي بيتم التعبير عنها برضو بجري سكيل فاليوز. بس الفرق ما بينها وما بين الميتال في الحته الميتاليك ماب في الحته دي هي انك حاجه زي كده. دي حاجه مثلا رف، تمام، دي حاجه كده ايه سموث سيرفيس او حاجه يعني جلوسي نقدر نقول. تمام، فالرفنس بتاخد قيمه من 0 to 1 عادي جدا. يعني ممكن تبقى 0، ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 0.7، ممكن تبقى 0.5، ممكن تبقى 0.2 3 وما بينهم. فالرفنس تقدر تاخد عادي جدا جراي سكيل او بلاك فاليوز واسعه وبراحتها خالص، فتدي لك نتيجه عامله زي ايه، عامله زي كده الرفنس اهي. فشايفين الفرق ان دي بتاخد عادي جراي سكيل ماتيريال، حاجه كده رصاصي عادي رمادي ما بين الاسود والابيض. اما الميتاليك لا، يا اسود يا ابيض، مفيش جراي سكيل فاليوز يعني. عندنا الامبيانت اكلوجن ماب، ودي طبعا برضو بتعبر عن اماكن عدم وصول الضوء قوي لبعض المناطق اللي في الاوبجكت ده. يعني مثلا لو حاجه غائره بالشكل ده هتلاقوها دايما لون اسود كده، ده معناه ان الضوء مش واصل قوي للاماكن دي. فيعني بشكل عام زي ما وضحنا كده، يعني في البي بي ار جايد لاين او الورك فلو بنراعي جدا حاجات في كل مابها من دول. ففي كده شويه رولز كده، سيت اوف رولز لازم تراعيها علشان تتاكد انك فعلا شغال بشكل تمام. فالنورمال ماب بيكون شكلها عامل كده، بتكون ار جي بي ما بين الريد والجرين والبلو عشان بتعبر عن زي ما قلنا الدايركشناليتي بتاعت السيرفيس. نيجي لحاجه كده برضو حابه اتكلم عليها يعني. معلش انا بحب اجيب دايما الحاجات من اصولها يعني، استحملوا معانا شويه لو المحاضره طويله. حطينا نقطه البي بي ار، اوكي تشيك خلاص. ماشي، نيجي لتاني حاجة برضو حابة أغطيها شوية، هي بعض الأسئلة الوجودية برضو اللي الناس بتكون بتتساءل عنها يعني، أو بيحسوا إن هم يعني هيبقى شكل وحش لو سألت السؤال ده يعني، شكله بيزك بزيادة. بس عادي على فكرة إنك تكون متلخبط في الحاجات دي في الأول. يعني هي إيه الفرق ما بين التكتشر والشيدر والماتيريال؟ سؤال رخم مش كده؟ طيب ببساطة الماتيريال هي يعني انا الرسمه دي طبعا اكيد انتوا فاهمين انا بعمل اللي هو شكل النتورك بتاعت بروسيس الشيدنج يعني وانت شغال. فالماتيريال بتكون فيها بروبرتيز زي ما وضحنا في اللي احنا بنتعامل من خلالها من خلال البي بي ار ورك فلو. في بروبرتيز للماده او للخامه او للماتيريال دي زي البيز كولر. الماتيريال بتتكون من بيز كولر، بتتكون من ريفليكشنز، بتتكون من رفنس، بتتكون من ميتالنس، ترانسبيرنسي علشان تحدد الماتيريال دي شفافه ولا مش شفافه، وهكذا. الماتيريال هي ودي التكتشرز. التكتشر عباره عن ان هو 2 دي، تمام، 2 دايمنشنال ايمج كده، هي اللي بتحدد زي ما بصينا عليها في البي دي اف بتاع هي عباره عن تكتشر او ايمج بتحدد شكل البيس كولر بتاعي عامل ازاي، الميتال بتاعي عامل ازاي، الرفنس ماب عامله ازاي. فدي التكتشر زي ما وضحنا كده في بروسيس الفرق من التكتشر والشيدنج، ان دي بروسيس التكتشر بينتنج، ده الفاينل اوتبوت اللي انا بخرجه من سبستانس بينتر، عباره عن مابات. تمام، فالمابس دي لما نجمع كل المابس دي مع بعض مع الشيدر، تمام، ونلينك كل دول ببعض وكل ده يجت كومبايلد يعني مع بعض، هي دي كده بتكون الماتيريال. يعني الماتيريال هي اللي بتجمع التكتشرز والشيدرز وكل البروبرتيز اللي انت بتكون شايفها دي علشان تحدد الفاينل سيرفيس هيكون شكله عامل ازاي. تمام، فدي كلها كده ماتيريال. تمام، يعني الشكل اللي انت بتكون شايفه جوه النتورك دي كده كلها الماتيريال. الحاجات الصغيره دي هي دي بتكون ال 2 دي
textures. حلو جدا، كل ده بسيط. عرفنا ايه الماتيريال وعرفنا ايه التكتشر. طيب الشيدر بقى، طيب هو الشيدر يعني كمصطلح تقني يعني نقدر يعني هو بيتم الاصطلاح عليه ان هو برنامج او كود بيعرف الريندر انجن اللي انت شغال عليه، ولكن شغال بارنولد، بيعرف الريندر انجن ازاي بيحسب وازاي يعني بيجمع وبيعمل كالكيوليشن لللايتنج والسيرفس اللي اللايت ده بينوره. يعرف الريندر ازاي المفروض حاجه زي كده بعد حساباتها تظهر في الفاينل ريندر، او تظهر في الايه كفاينل بيكسل بقى، كفاينل اوتبوت من الريندر يعني. الشيدر في تركيبه عامة هو يعني ممكن يبقى معقد شويتين، لان هو بيكون اصلا مكتوب بشيدنج لانجويجز يعني في لانجويجز كتيرة للشيدنج زي ال HLSL، ال GLSL، في طبعا ال OSL برضو دي حاجة بقى تانية بقى اللي هي الاوبن شيدنج لانجويج، VEX زي في هوديني. يعني نقدر نقول ان الشيدر هو اللي بيتحكم، او هو اللي بيقرر، هو اللي بيعمل ريبريزنتيشن لشكل الماتيريال دي في النهايه مع الاضاءه في الفاينل ريندر. تمام، يعني بحاول ابسط الموضوع والله على قد ما اقدر، بس لو حابب تتعمق اكتر في الموضوع تقدر طبعا تطلع بقى على تاريخ الشيدنج، وتقدر تشوف بيبرز منشوره بقى من السبعينات وحاجات، لما كان الموضوع في البدايه عباره عن فلات شيدنج، وبعد كده بقى جوراد شيدنج، وبعد كده مش عارف طلع الفونج بعد كده مش عارف يعني. فتقدر ايه لحد طبعا ما احنا دلوقتي فيزيكالي بيزد شيدنج يعني، فتقدر طبعا تطلع على كل الحاجات دي بشكل اعمق. وطبعا الشيدر مرتبط جدا جدا بالتوبولوجي بتاعه الجيومتري، اي غلطه عندك في التوبولوجي بتاعه الموديل بتاعك ده بيأثر طبعا، او بيبان في الشيدر اوريدي من الفيو بورت حتى وانت شغال. عارفين انتوا مثلا في مايا لما تدخل مثلا تعمل، يعني نوضح يلا بالمره، لما تدخل مثلا وتجيب حاجه زي كده مثلا يعني ماشي، وتحرك الفيرتكس بشكل غريب جدا مثلا زي كده، تمام مثلا. شايفين شايف الجزء الاسود ده، الجزء ده ايه اللي انت شايفه ده شيدر يعني، اللي انت شايفه ده كده ايه ده شيدر يعني. عشان كده وانت بتموديل والاخطاء بتاعه التوبولوجي وكل القصص دي كلها، كل الحاجات دي كلها يعني الشيدر مرتبط بشكل اساسي جدا بالتوبولوجي بتاعه الموديل، فاي غلطه عندك في التوبولوجي بتنعكس على الشيدر اللي انت شايفه ده. علشان كده لما بتيجي ترندر فاينلي الشيدر ده في ايرور، في يعني الحاجه مش بتبدو طبيعيه، او بتبدو كما هي المفروض انها تبدو يعني. عشان كده ايه لازم كل الحاجات دي كلها بتتحط في الاعتبار، موضوع التوبولوجي وانت بتموديل وكل القصص دي كلها. فاللي انت شايفه دلوقتي ده شيدر على فكره برضه، عشان يعني من الاخر انت اي حاجه بتشوفها في ال 3 دي فيو والفاينل ريندر، فالشيدر يعني مسؤول تماما عن الريبريزنتيشن بتاعها قدامك يعني. معلش لو الموضوع دخل شويه في حتت تانية، بس يعني ايه حبيت ادي جنرال انترودكشن، ولو في نقطه معينه علقت معاك قوي تقدر انت تاخدها بقى وتسيرش عنها باستفاضه، بس اتمنى ان انا اكون افدتك في الموضوع ده الى الان يعني. واعتقد بس كده. وطبعا لو كنت قلت معلومة مثلا كانت المفروض تتقدم بشكل أحسن، أو لو كنت قلت حاجة بشكل كان المفروض يتم شرحه بشكل أحسن، فمعلش اعذروني. أتمنى ده إن شاء الله يتم تحسينه فيما بعد، وأنا لسه بتعلم، كلنا لسه بنتعلم. فيعني أتمنى تكون المقدمة دي كانت مفيدة بالنسبة لكم، وأتمنى تكون إن شاء الله الورشة دي يعني خليك تطلع النتائج تكون حاببها فعلا، وتكون إضافة قوية ليك في البورتفوليو. أنا هستنى جدا النتائج بتاعت الورشة دي، سواء كنت بتتابعني، سواء انت معايا في الكورس، او سواء بتتابعني على من خلال اليوتيوب. فهستنى جدا جدا نتيجة الورش الجاية، في الورشة الجاية ان شاء الله في سبستانس. والنتيجة النهائية بتاعت الدريل دي زي ما قلت هتلاقوا الموديل واليو في بتاعه كامل مرفوع ان شاء الله في اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. وبس كده اعتقد ده كل حاجة، وبس كده. السلام عليكم.